بيبدأ الفيلم بولد صغير اسمه جون عايش مع أسرته في مدينة بوسطن، وبنعرف إن جون وحيد وما عندوش أصحاب، وكل ما يحاول يتصاحب على حد من جيرانه بيرفضوا يصاحبوه، وكمان زمايله في المدرسة بيبعدوا عنه وكلهم بيكونوا شايفينه غريب الأطوار ومجنون. وبيكون الموضوع ده طبعا مؤثر في نفسية جون جدا، وبيتمنى دايما يبقى عنده أصدقاء يهزر معاهم ويلعب معاهم. وبتعدي الأيام، وفي يوم الكريسماس أسرة جون بيجيبوا هدية لابنهم، والهدية دي بتكون عبارة عن دبدوب كبير شوية، وبيفرح جون بالدبدوب ده جدا وبيحضنه، وبيقرر يسميه تيد. وجون بيعتبر تيد صاحبه وصديقه المقرب، وبيبدأ يتكلم معاه كأنه هو شخص حقيقي، ويحكي له على كل اللي مضايقه ويفضفض معاه. وفي ليلة بيكون جون بيتكلم مع تيد وزعلان ان هو ما بيردش عليه، فبيتمنى جون ان تيد يبقى حي ويقدر يتكلم معاه زي البشر علشان هما الاتنين يبقوا اعز اصحاب للابد. وبعد ما بيتمنى جون الامنية دي بينام جنب تيد، لكن بالصدفة بيكون في شهاب في السماء وقت امنية جون، والمفاجأة ان امنيته بتتحقق. وبيجي تاني يوم وبيصحى جون من النوم ما بيلاقيش تيد جنبه، فبيقوم يدور عليه لكنه مش بيلاقيه في اي مكان. وفجأة بيظهر له تيد وراه وبيبدأ يتكلم معاه، وساعتها بيتفزع، لكن تيد بيبدأ يشرح له ان الامنية بتاعته اتحققت، وان هو بقى قادر يتكلم ويعمل كل حاجة زي البشر. وفي الاول بيكون جون مصدوم، لكن لما بيستوعب اللي حصل بيفرح، لان هو كده هيبقى عنده صاحب حقيقي، وبيحضن تيد من الفرحة. وبعدها بيتحمس جون وبيقرر يعرف كل الناس ان الدبدوب بتاعه بقى حي، وبيروحوا يبلغوا ابوه وامه الخبر ده، وطبعا مش بيصدقوه في البدايه، لكنهم لما بيشوفوا تيد قدامهم بيقدر يتكلم زي البشر بيخافوا وبيترعبوا، لحد ما جون وتيد بيشرحوا لهم كل اللي حصل، فبيبداوا يفهموا الموضوع وبيكونوا مبهورين بالمعجزه اللي قدامهم. وفيما بعد بتبدا الاخبار تنتشر عن تيد الدبدوب الحي في البلد، وكل القنوات والاعلاميين بيتكلموا عن الدبدوب المعجزه، وبيستضيفوه اكبر القنوات التلفزيونيه علشان يعملوا معاه لقاء، وشهره تيد بتوصل للعالم كله. وبيكون تيد مشهور جدا، لكن رغم كل شهرته دي بيفضل هو وجون اصحاب ومش بيبعدوا عن بعض نهائي. وفي ليله فيها رعد وبرق بنشوف جون وتيد وهم خايفين، وبيكونوا قاعدين سوا تحت البطانيه، وبيكونوا عمالين يغنوا علشان ما يركزوش في الرعد والبرق ويقللوا من خوفهم. وبعد ما بيخلصوا غنى بيوعدوا بعض ان هما الاتنين هيفضلوا سوا للابد، وانهم مش هيبعدوا عن بعض تحت اي ظرف. وبتمر السنين وجون وتيد بيكبروا مع بعض، وبيكونوا لسه عند وعدهم ولسه اصحاب. وجون بيكبر وبيتخرج من الجامعة وبيرتبط ببنت جميلة اسمها لوري، ورغم كل ده بيكون جون وتيد لسه عايشين مع بعض، وبنشوفهم هم قاعدين يتكلموا سوا ومستمتعين مع بعض، لحد ما بيلاحظ جون ان الوقت اخده وان هو اتأخر جدا على شغله، وكمان مش هينفع يسوق لان هو تحت تأثير الكحول. فبيقول له تيد ان هو مشربش معاه وفي كامل وعيه، وان هو يقدر يسوق عادي. فبيروح تيد يوصل جون للشغل، وبيكون هو اللي سايق العربية، وبيوصله تيد فعلا لمكان شغله، لكن وهو بيركن بيخبط العربية لان هو قصير وما بيكونش شايف الطريق كويس، فما بيهتمش جون وبيسيبه وبيدخل لشغله لان هو بيكون متأخر. ولما بيدخل بيستدعيه مديره في الشغل، وبيبدأ يزعق له على التأخير، وبيقول له ان هو بيتأخر كتير رغم ان هو لازم يلتزم، خصوصا الفترة دي علشان هو قدامه شوية صغيرين وهيترقى المنصب اعلى. فبيفضل جون يعتذر له وبيعرفه ان هو هيحاول ما يتأخرش تاني، وان هو هينتظم على قد ما يقدر. وبيروح بعد كده جون يبدأ شغله، واثناء ما هو بيشتغل بياخد رأي زمايله وبيسألهم على مكان مميز يقدر ياخد لوري حبيبته فيه، وده لان تاني يوم هيبقى الذكرى السنوية الرابعة ليه مع لوري، ولازم يحتفل معاها باليوم ده بطريقة مميزة. لكن كلهم بيقترحوا عليه يتجوزها طالما هو مرتبط بيها بقاله 4 سنين، ورغم ان جون ما كانش بيفكر في فكرة الجواز دي قبل كده، لكن بيحس ان زمايله معاهم حق، وان هو طول المدة دي قدر يتأكد ان لوري هي الشخص المناسب ليه، ولازم ياخد خطوة بجد ويتجوزها. ولما بيخلص جون شغله وبيرجع البيت بيبدأ يتناقش مع تيد بخصوص الفكرة دي. وفي الاول بيكون تيد معتقد ان جون بيهزر، وبياخد الموضوع بهزار وضحك، وبيقول ان هو عارف لوري من 4 سنين بس وملحقش يتعرف عليها كويس، لان المدة دي بالنسبة لتيد مدة قليلة علشان هو وجون اصحاب بقالهم 27 سنة. ولما بيلاحظ تيد ان جون بيتكلم جد ومش بيهزر، بيبدأ هو كمان يتناقش معاه بجد. هو بيقول له تيد ان فكرة الجواز دي فكرة مش كويسة، لان حالة جون المادية الفترة دي مش احسن حاجة، وان هو عليه ديون كتير. فبيقتنع جون بكلامه وبيحس ان الوقت فعلا مش مناسب، لكن بيفضل يفكر في الموضوع برضه لحد ما بتقاطعهم لوري وبتوصل للمكان علشان تقضي اليوم معاهم. ولما بيجي الليل بيكون جون ولوري قاعدين لوحدهم وبيدردشوا، وبيعرفها جون ان هو حجز في اكبر مطعم في البلد عشان يحتفلوا بالذكرى السنوية بتاعتهم. فبتفرح لوري جدا وبتحاول تتقرب من جون، لكن الليلة
الليلة دي بتكون ليلة فيها رعد وبرق، وعلشان كده بيدخل تيد ينام مع جون، وبيفضلوا يغنوا سوا زي زمان علشان يقللوا خوفهم من الرعد. فبتتضايق لوري من تيد اللي بيبعدها عن جون دايما، وبيكون واضح ان هي مش عارفة تاخد راحتها مع جون. وتاني يوم بتروح لوري لشغلها عادي، وهناك بتقعد تدردش شوية مع زميلتها في الشغل. ومن كلامهم بنعرف ان لوري شايفة ان تيد مشكلة كبيرة في علاقتها مع جون، وان هو السبب اللي مخليهم ما اتجوزوش لحد دلوقتي، وبتكون عايزة تخيره بينها وبين تيد، لكن برضه خايفة لحسن هو يختار تيد لانها بتحبه ومش عايزاه يسيبها. واثناء ما هما بيتكلموا بيجي مديرهم في الشغل وبيقاطعهم، وبيكون المدير ده اسمه ريكس، وبيستدعي لوري للمكتب بتاعه. وبيكون واضح ان ريكس معجب بلوري، وهي عارفة كده لكن مش مهتمية بيه. ولما بتدخل لوري مكتب ريكس بتلاقيه بيعترف لها ان هو معجب بيها، وان هو عاوز يرتبط بيها ويتجوزها بشكل رسمي. فبتقول له لوري ان هي مرتبطة ومش هتقدر تكون حبيبها. فبيقول لها ريكس ان هو عارف ان هي مرتبطة بقالها 4 سنين، لكن هو شايف ان العلاقة دي مش ناضجة، وان هو بيستنزفها ولازم تبعد عنه. وبيقول لها ان لو هي انفصلت عنه هيتجوزها فورا، لكن هي بتتضايق من كلامه ومن جرأته وبتسيبه وبتمشي. وبيجي الليل وبتروح لوري تقابل جون في المطعم، وبيكونوا قاعدين في مطعم فخم جدا، وجون بيكون عازمها على اكل ومشروبات غالية علشان يبسطها. وبالفعل هي بتكون مبسوطة وهي معاه، وبيفضلوا يستعيدوا ذكرياتهم سوا وبيستمتعوا بوقتهم لحد ما بيطلع جون هدية وبيديها لوري. وساعتها بتفرح لوري جدا لان هي بتفتكره هيتقدم لها للجواز، لكنها بتتفاجئ ان هو بيقدم لها هدية عادية ومش خاتم جواز ولا حاجة. فبتتضايق لوري وبيبان عليها ان هي متضايقة جدا، وجون بيقدر يفهم السبب اللي ضايقها، وبيقول لها جون ان هو هيتقدم لها للجواز لكن لازم يستنوا شوية لان ظروفه وحشة. فبتقول له لوري ان حياته عمرها ما هتتحسن ولا هتتطور لو فضل يقضي كل وقته مع تيد، وبتطلب منه يخلي تيد يتنقل ويعيش في مكان تاني علشان هو يقدر يعيش حياته ويستقر ويقدروا يتجوزوا. فبيقول لها جون ان تيد صاحبه من ساعة ما كان عنده 8 سنين، وان تيد هو اكتر شخص ساعده في حياته، وان هو ليه فضل كبير في كل اللي وصل له. فبتقول له لوري ان هو لازم يتحمل المسؤولية ويركز في حياته، وبتقول له ان هو لازم يبطل يدي كل اهتمامه لتيد. فبيطلب جون منها ان هم يقفلوا الموضوع ده علشان ما يتخانقوش في الذكرى السنوية بتاعتهم. وبتضطر لوري ان هي تسكت وتعدي الموضوع. ولما بيخلصوا سهرتهم وبيرجعوا للبيت بيلاقوا تيد جايب بنات في البيت، والبيت بيكون في حالة فوضى، وطبعا ده بيخلي لوري متضايقة جدا. ولما جون بيشوف الوضع بيحس ان لوري معاها حق في كلامها بخصوص تيد. وتاني يوم جون بياخد تيد وبيخرجوا وبيروحوا لمعرض الاسماك، وبيبدأ جون يتكلم مع تيد وبيقول له ان هو لازم يتحمل المسؤولية ويبدأ يدور على شغل ويتنقل من شقته. فبيتصدم تيد وبيسأله لو هو عمل حاجة تضايقه، فبيقول له جون ان هو مش متضايق منه، وبيعرفوا جون ان علاقته مع لوري في وضع حساس، وده بسببه هو وبسبب وجوده في حياته. وبيطمنوا ان هم هيفضلوا اصحاب ومش هيبعدوا عن بعض حتى لو هو اتنقل وعاش بعيد عنه. فبيفهم تيد الموقف وبيوافق على الانتقال. فبيوعد جون ان هو هيساعده على الانتقال وهيفضل جنبه. وبالفعل تاني يوم جون بيجهز تيد وبياخده يعمل مقابلة شغل علشان يبدأ تيد يشتغل ويستقل بحياته. لكن تيد ما بيكونش عايز يشتغل، ولما بيروح المقابلة بيفضل يشتم في المدير وفي الوظيفة. فالمدير بيرفض يشغله، وبيفضل قاعد مع جون في شقته لأطول فترة ممكنة. لكن المدير بيوافق على تعيينه بسبب جرأته. وللأسف خطة تيد بتفشل تماما. ولما بيعرف جون ان تيد اتقبل في الوظيفة بياخده وبيخرجوا سوا علشان يحتفلوا بالخبر. واثناء ما هم قاعدين بيجي شخص يقاطعهم اسمه دوني، وبيطلب دوني من جون ان هو يشتري الدبدوب تيد بمبلغ كبير جدا علشان ابنه عايزه يلعب بيه. فبيتعصب جون وبيقول له ان تيد مش دبدوب وان هو شخص زيهم. لكن دوني ما بيهتمش بالكلام ده وبيكون مصمم يشتري تيد، وبيدي رقمه وعنوانه لجون، وبيقول له يفكر في الموضوع ولو غير رأيه يكلمه، وبياخد ابنه وبيمشي. وبيكون تيد متضايق من اللي حصل ده جدا. فبيفضل جون يهزر معاه علشان يخليه يضحك وينسى اللي حصل. ولما بيجي الليل تيد بياخد شقة وبيبدأ ينقل حاجاته فيها، وجون بيساعده في نقل الحاجات. ولما بيخلصوا نقل جون وتيد بيودعوا بعض لأن دي هتكون أول ليلة ليهم بعيد عن بعض من سنين طويلة جدا. والاتنين بيكونوا متأثرين ومش عايزين يبعدوا عن بعض، لكن مفيش حاجة في ايديهم يقدروا يعملوها. وتاني يوم بتروح لوري تشكر جون على اللي عمله علشانها، وبتقوله ان هي عارفة ان بعده عن تيد مش سهل، لكن اللي هو عمله ده التصرف الصح. وفي نفس الوقت بيكون تيد في اول يوم شغل ليه، وبيكون بدأ يعتمد على نفسه ويشوف حياته. وبعد ما بيخلص شغله بيتصل على جون وبيطلب منه يجي يقعد معاه شوية علشان عايز يقوله على خبر مهم. فبيروح جون يستأذن من صاحب الشغل وبيروح يقعد مع تيد. وساعتها بيعرفوا تيد ان هو اتعرف على واحدة زميلته في الشغل اسمها لين وارتبط بيها. فبيفرح جون علشانه وبيعرض عليه يجيبها ويخرج معاه هو ولوري.
فبيوافق تيد وبيكون متحمس للفكرة. وتاني يوم بيخلص تيد شغله وبيروح يستنى لين بره علشان يخرجوا مع جون ولوري. واثناء ما هو مستنيها بيظهر دوني وبيجي يتكلم معاه وبيعرض عليه ان هو يجي يعيش معاه هو وابنه وهيديله $6000 في الشهر. وبيكون واضح ان دوني ممكن يعمل اي حاجة علشان ياخد تيد. وطبعا تيد بيرفض عرض دوني وبيقول ان هو مش محتاج فلوس. وساعتها بتكون لين خلصت شغلها وخرجت. فبيسيبوا تيد وبياخد لين وبيمشي. وبيروحوا هما الاتنين يقابلوا جون ولوري وبيقعدوا كلهم يتعشوا سوا. وبتقول لهم لوري ان الشركة اللي شغالة فيها هتعمل حفلة كبيرة الاسبوع اللي جاي وبتعزمهم على الحفلة دي. وبيقعدوا الاتنين يتكلموا لكن بتحصل مشادة كلامية بين لوري ولين وبيضطر تيد ياخد لين ويمشي. ولما بيمشوا بتتخانق لوري مع جون وبتقوله ان هي عرفت ان هو بيستأذن من شغله وبيمشي بدري وبيروح يقضي وقت مع تيد. وبتقوله ان هي افتكرته وبدأ يتحمل المسؤولية وهيبدأ يركز في حياته وشغله. فبيعتذر لها جون وبيوعدها ان هو هيقلل كلامه وخروجاته مع تيد وان هو هيبدأ يركز في شغله. وبتعدي الايام وبيجي يوم حفلة في شركة لوري. وطبعا جون بيروح مع لوري للحفلة دي. وهناك بيجي ريكس مدير لوري وبيتعرف على جون بشكل رسمي. وريكس بيطلب من جون ياخده جولة في المكان وجون بيضطر يوافق. فبيفضل ريكس يتباهى بفلوسه وثروته قدام جون. فبيقطع جون وبيقول له ان لوري قالت له ان هو معجب بيها وبيحاول يتقرب منها. لكن ريكس بيوضح له ان هو بيحاول يقرب من كل الموظفين علشان ياخد منهم احسن اداء في الشغل. وفي اللحظة دي بيجي اتصال لجون من تيد وبيقول له تيد ان هو لازم يجيله فورا. وبيعرفوا تيد ان هو عمل حفلة مفاجأة في شقته وان بطل طفولتهم هما الاتنين حضر الحفلة وموجود عنده في الشقة. فبيفرح جون وما بيكونش مصدق نفسه وبيقرر يروح يشوف بطل طفولته ويرجع تاني قبل ما لوري تاخد بالها. فبيرجع جون لريكس وبيقول له ان هو هيخرج لمدة نص ساعة وهيجي على طول. وبيطلب جون منه ان هو يغطي عليه وما يخليش لوري تلاحظ. وساعتها هو هيسامحه على العمل مع لوري. فبيوافق ريكس وبيقول له ما يقلقش وان هو هيغطي غيابه تماما. فبيمشي جون من الحفلة وبيروح بسرعة عند تيد وبيقعدوا مع بطل طفولتهم وبيفضلوا يحتفلوا سوا وبيستمتعوا. والوقت بياخدهم وبينسى جون موضوع لوري وبينسى ان هو يرجع للحفلة تاني. وبيلاحظ ان الوقت اتأخر جدا فبيروح بسرعة يجهز نفسه علشان يرجع للوري. لكن بيلاقي لوري جاية تقابله بعد ما عرفت ان هو مشي من الحفلة. فبيحاول جون يعتذر لها ويصالحها لكن هي بترفض وبتقول له ان دي كانت اخر فرصة ليه وان هي خيرته بينها وبين تيد وهو كده اختار تيد خلاص. وبتنفصل لوري عنه وبتسيبه وبتمشي. فبيتصدم جون وبيزعل وبيكون مش مصدق اللي بيحصل. وفي اللحظة دي بيجي تيد يتكلم مع جون وبيسأله هو مشي ليه. فبيطلع جون كل عصبيته وغضبه على تيد وبيقول له انه بسببه انفصل عن لوري وخسر حب حياته وان لوري كان معاه حق لما طلبت منه يبعد تيد عن حياته. وبيقول له جون ان هو ما حققش اي حاجة في حياته ولا قادر يحقق اي حاجة بسببه وبسبب وجوده معاه طول الوقت. وبيقول له ان دي غلطة ما ينفعش يكررها ولازم يبعد عنه تماما. وبيكون تيد مصدوم من كلام جون وبيحاول يهديه ويعتذر له على اي حاجة ضايقه فيها. لكن جون مش بيقبل اعتذاره خالص وبيقول له ان هو مش عايز يشوفه مرة تانية وبيسيبه وبيمشي. فبيتأثر تيد وبيزعل جدا وبيقف لوحده وهو زعلان بعد ما خسر صديق عمره. ولما بيجي تاني يوم بيعرف ريكس ان اخيرا لوري انفصلت عن جون وعلشان كده ريكس بيستدعي لوري لمكتبه وبيعرض عليها تخرج معاه في ميعاد. ففي الاول لوري بترفض وبتقوله ان هي مش بتبادله الاعجاب وان هي كمان لسه خارجه من علاقه فاشله وان هي مش عايزه تدخل علاقات تاني. لكن ريكس بيصمم وبيقول لها تخرج معاه في ميعاد واحد علشان تعرفوا اكتر ولو حست ان هي لسه مش مرتاحه للموضوع هيسيبها على راحتها ومش هيكلمها تاني خالص. فبتضطر لوري ان هي توافق علشان تخلص منه. وبيجي الليل وبيروح تيد لجون وبيكون جون قاعد في فندق بعد ما انفصل عن لوري لان هو كان عايش معاها في شقتها هي. وفي البدايه جون ما بيكونش عايز يقابله ولا بيكون حتى عايز يتكلم معاه. لكن لما تيد بيصر ان هو يتكلم معاه بيروح جون يشوفه عايز ايه. ووقتها بيقول له تيد ان هو شاف لوري وهي خارجه في ميعاد مع مديرها ريكس. لكن جون مش بيصدق وبيفتكره بيخترع الموقف ده علشان يخليه يسامحه ويكره لوري. فبيتعصب تيد عليه وبيقول له ان هو بيقول له الحقيقه وبتحصل مشاده بينهم وبيتخانقوا الاتنين وكل واحد فيهم بيفضل يرمي اللوم على التاني في كل المشاكل اللي بتحصل في حياته. وفي النهايه بيقول جون لتيد ان هو بيتمنى يرجع بالزمن ويلغي الامنيه بتاعته ويفضل تيد مجرد دبدوب عادي. فبيفقد تيد اعصابه وبيهجم على جون وبيفضلوا يضربوا في بعض لحد ما بيدمروا اوضه الفندق والتلفزيون اللي في الاوضه بيقع على جون. وساعتها هما الاتنين بيوقفوا ضرب وبيبداوا يستوعبوا اللي عملوه وبيعتذروا لبعض على كل حاجه لان هما الاتنين لسه بيحبوا بعض. فبيقول تيد لجون ان هو
هو هيساعده ويرجع علاقته بلوري بأي تمن. ورغم صعوبة الموضوع وإن لوري صعب تسامح جون بسهولة، لكن بيقرروا يحاولوا. وفي نفس الوقت ده لوري وريكس بيكونوا موجودين في حفلة لمغنية مشهورة، وأثناء ما المغنية دي بتاخد راحة بين الفقرات تيد وجون بيروحوا يقابلوها، وبنكتشف إن هي صديقة شخصية لتيد. وبيطلب تيد منها تدي فرصة لجون وتخليه يطلع على المسرح ويقول أغنية قصيرة، والمغنية بتوافق. وبالفعل بيطلع جون على المسرح وبيعتذر للوري قدام كل الناس وبيبدأ يغني لها. وبنعرف ان الاغنيه اللي بيغنيها دي هي اغنيته المفضله هو لوري، وكانوا دايما بيسمعوها سوا. ورغم ان صوته بيكون وحش جدا لكن بتتاثر لوري وبتكون مبسوطه بالحركه اللي هو عملها، لكن الجمهور كله بيكون متعصب بسبب صوت جون الوحش، وبيفضلوا يهتفوا علشان ينزلوه من على المسرح وهو مش بيهتم. فبيطلع واحد من المسرح يهجم عليه وجون بيضربه وبيفقد الوعي، وفي اللحظه دي بيتدخل الامن وبيخرج جون بالقوه من على المسرح. وبتنتهي الحفله بسبب الشغب، وريكس بيضطر ياخد لوري ويخرج، وبيقول لها ريكس ان هي اكيد محرجه بسبب اللي جون عمله فيها قدام الناس، لكن لوري بتتعصب عليه وبتقول له ان هي مش محرجه ولا حاجه، وان هي مبسوطه جدا ان جون عمل كده علشانها لان هو كده عايز يصالحها وبيحبها. وفي النهايه بتقول له لوري ان هي مش مرتاحه معاه وان هي مش هتخرج معاه تاني، وبتسيبه وبتمشي. وتاني يوم بيروح تيد يقابل لوري على انفراد، وبيقعد تيد معاها وبيبدا يشرح لها قد ايه جون بيحبها وان هو بيعاني من غيرها، وبيعرفها ان كل اللي حصل ده مش غلطه جون لكن غلطته هو، وان هو فعلا السبب في كل المشاكل اللي بينهم، لكن هو هيصلح الغلط ده. وبيطلب منها تدي لجون فرصة أخيرة وهو هيبعد عنهم للأبد علشان يشوفوا حياتهم ويعيشوا مع بعض في سعادة. فبتقول له لوري إن مشكلتها مع جون ومع عدم تحمله للمسؤولية، فبيوضح لها تيد إن جون مش قادر يشيل المسؤولية لأن هو معاه دبدوبه ومن وهو صغير طول الوقت، وبسبب وجود دبدوبه معاه هيفضل طفل مهما كبر، وعلشان كده هو هيبعد عنه ويسيبه ينضج ويتحمل المسؤولية. وبيديها عنوان المطعم اللي جون قاعد فيه وبيقول لها تروح تقابل جون وتصلح علاقتهم ببعض، وقبل ما يرجعوا للبيت هيكون هو خد كل حاجته ومشي. فبتقتنع لوري بكلامه وبتقرر تدي لجون فرصة تانية، وبتقوم تجهز نفسها علشان تروح تقابله. وبتنزل لوري لجون وبيفضل تيد قاعد لوحده بيبص على صورته هو وجون، وبيكون حزين جدا ومتأثر لحد ما بيلاقي الباب بيخبط، فبيروح يفتح وبيتفاجئ ان دوني وابنه هما اللي على الباب، وبيهجم دوني عليه وبيخطفه. وفي نفس الوقت بتكون لوري راحت تقابل جون في المطعم، وهناك قبل ما لوري تقول لجون اي حاجه بيعتذر لها جون وبيقول لها ان هو شخص فاشل وان هو ما يستحقهاش وهي تستاهل شخص احسن منه، وبيقول لها فعلا ان هو غير ناضج وغير مسؤول لكن كان وما زال بيحبها اكتر من نفسه. وبيعتذر لها جون مره تانية على كل الوقت اللي ضيعته معاه، وبيطلب منها تروح تشوف حياتها ولو مش هيضايقها ان هم يفضلوا اصحاب. فبتتصدم لوري من كلامه لان هي ما كانتش عامله حسابها على الكلام ده، وبتقول له ان هي مسامحاه. فبيشكرها جون وبيودعها وبيمشي. وفي الوقت ده دوني وابنه بيكونوا خدوا تيد على بيتهم، وبيكتشف تيد ان دوني بيراقبه بقاله فتره طويله، وان طول الوقت اللي فات ده كان هو بيصوره، وان هو وابنه مهووسين جدا بيه. وبيبدا ابن دوني يلعب بتيد بعنف وبيقطع له ودنه، فبيحاول تيد يجاريه على قد ما يقدر وبيعمل نفسه بيلعب معاه، وبيروح بسرعه يتصل بجون ويطلب منه المساعده. وبيكون جون موجود مع لوري بعد ما طلعت وراه علشان توصله بعربيتها. فبيقول تيد لجون ان دوني اللي كان عايز يشتريه منه قبل كده هجم عليه وخطفه، وبيعرفه ان هو في خطر كبير وبيطلب منه يجي ينقذه فورا. وفي اللحظة دي بيدخل دوني على تيد وهو بيتكلم في التليفون والخط بيتقطع، وبيخاف جون جدا على تيد وبيقرر يتصل بالشرطة، لكن طبعا لما بيتصل بيهم وبيقول لهم ان الدبدوب بتاعه اتخطف بيقفلوا المكالمة على طول. فبيطلع جون الورقة اللي دوني اداهاله، والورقة دي فيها رقمه وعنوانه، وبتقرر لوري ان هي توصله بالعربية لهناك. ولما بيوصلوا لهناك بيشوفوا دوني وابنه وهم واخدين تيد وبيهربوا بيه، فبتطاردوا لوري وبتطلع وراه بسرعة، وبيستغل تيد انشغال دوني بالمطاردة وبيهرب منه، لكن دوني بيجري وراه وبيهجم عليه، وبيتقطع تيد لنصين وقطنه بينتشر في المكان كله وبيكون بيحتضر. فبيحاول دوني يهرب لكن الشرطة بتوصل للمكان علشان تقبض عليه. وفي اللحظة دي جون ولوري بيوصلوا وبيحاولوا يخيطوا تيد وينقذوه قبل فوات الأوان، لكن تيد بينادي على جون وبيقول له إن مفيش أمل من اللي هو بيعمله. وقبل ما يموت تيد بيقول لجون ما يفتريش عن لوري مرة تانية ويفضل معاها لأن هي بتحبه بجد. وبيموت تيد للأسف وبيتحول لدبدوب عادي، ورغم كده مش بيستسلم جون وبيجمع قطع تيد وبياخده معاه للبيت، وبيحاول يجمع تيد ويخليه يرجع للحياة تاني لكن من غير فايدة. فبيزعل جون على فقدان صديقه الأول والوحيد، ولما بينام جون بتكون لوري زعلانة جدا عليه، وعلشان كده بتتمنى ان تيد يرجع للحياة تاني، وعلشان هي بتحب جون من قلبها بتتحقق أمنيتها وبيرجع تيد للحياة. وتاني يوم بيتفاجئ جون ان تيد رجع للحياة، فبيحضنه جون وهو مش مصدق نفسه وفرحان جدا، وبيكون جون مستغرب ازاي هو لسه عايش.
فبيشرح له تيد ان هو رجع للحياة بسبب امنية لوري. فبيروح جون للوري وبيشكرها وبيقول لها ان هو مش عايز يفقد حد بيحبه مرة تانية، وبيتقدم لها للجواز وهي بتوافق، وبيتجوزوا هما الاتنين وتيد بيكون حاضر الفرح وبيكون مبسوط جدا لصاحبه اللي بيتجوز، وبيعيشوا كلهم مع بعض في سعادة وبيخلص الفيلم. ما تنساش تقول لنا رأيك في الفيلم ده في التعليقات، وممكن تقترح علينا أفلام ومسلسلات نلخصها في التعليقات. وما تنساش تعمل فولو للقناة وصفحة عبد عاطف علشان تتابع الملخصات الكوميدية. ويلا سلام.